السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه. نتمنى ان شاء الله هذا الشهر يدخل عليكم بالخير والتيسير وكل ما كتمنوا يا ربي. اليوم فيديو جديد، فقبل ما نبدا بغيت نشكركم بزاف صراحه على التشجيعات ديالكم، على الكومنتيرات المحفزه اللي بفضل الله نتوما يا خليتوني نتشجع ونخدم على فيديوهات جداد وروتينات محفزه ليا ولكم باذن الله. هنا وصلوني صراحه بزاف ديال التعليقات من بينهم كيفاش نلتزموا على الصلاه، بالاخص صلاه الفجر. وواحد التعليق واحد اخر زعما كيفاش يعني نصاوبوا فيديوهات قصيره بالنسبه للناس اللي كيديروا فيديوهات ديال الانستغرام، يعني الريلز او الشورتس او فيديو قصير هكا يكون فيه روتين او ميني فلوغ. هادشي كامل ان شاء الله غنخدموا معكم ونحاولوا يعني كل واحد يلقى داكشي اللي باغي في هذه القناه ان شاء الله. وانتم كذلك بالتشجيعات ديالكم وبالبارطاج باش هكا كتعمل فائده، او ميم طون تكونوا يعني ناس جداد اللي كنتعرفوا عليهم كيفيدونا وكنفيدوهم من خلال التعليقات اللي كتكون بيناتنا. الفيديو اللي كان قبل كما قلت لكم استعداد يعني الروتين هاد السنين اللي بقات لينا، فنتمنى ان شاء الله نلقى شي واحد يعني فيكم تشجع وبدا معايا. انا الحمد لله راني مازال خدامه عليه. اللي كان مازال اللي بدا خلي لي في كومونتير هنا شنو كيفاش جاتو هاد الايام، ولف شويه بدا كيفيق البجار، دا شي حاجه جديده شي روتين جديد. وهنا نحاول نبارطاجي معكم عاوتاني بعض الحاجات اولا كيفاش ندوز هاد الايام. اول حاجه كنبدا بها نهاري يعني هي صلاه الفجر. كنحاول نفيق واحد 10 دقائق قبل الاذان، ما نقولش لكم واحد الاحساس يكون زوين، داك النسيم ديال الصباح، داك الجو ثقيل وكتكون واحد الراحه نفسيه زوينه بزاف. هو في الاول صراحه كتكون صعيبه بالنسبه للناس اللي ما مولفينش، لان الذات كتكون مازال ما مولفاش داك الروتين. ولكن واحد 4 ايام ولا 5 ايام كتكون كتفيقوا للفجر يعني نهار ونهار. فسبحان الله العظيم كيتبرمج الدماغ ديالنا على داك الوقيته وكيعطيك اشاره غير كيوصل داك الوقت كتفيقوا بلا ما كتحسوا. كتفيقوا الحمد لله ناشطين مرتاحين. غير هو نحاولوا نعسوا شويه بكري باش هكا كنعاونوا الجسم ديالنا على الفياق في ديك الوقيته. من بعد كنمشي كنتوضا، كنشرب لي واحد كاس ديال الماء وصافي كنتسنى على ما يأذن الاذان، كنصلي الفجر ثم صلاه الصبح وصافي كندير الاذكار ديالي. غنخلي لكم هنايا يعني انا كنستعمل هذا التطبيق ولا دابا الحالي الحمد لله راني حافظاهم. يعني كنقراو ايه كرسي، امن الرسول، معوذتين، الاذكار باش كنرقيو نفسنا والنهار كيدوز عندنا الحمد لله مزيان. وصافي من بعد كنديرو مشينا لله سبحانه وتعالى على الصحه ديالنا، على العطايا اللي عطانا الله سبحانه وتعالى، على الامن اللي كنعيشوا فيه، على الراحه اللي كنحسوا بها. يعني الانسان ضروري بعض المرات كيدوز من شي حوايج اللي خايبين، ولكن الحمد لله اننا يكفي اننا كنوضوا مرتاحين الحمد لله. صحتنا لاباس، امورنا هكا محسنه، فهذه بحد ذاتها خاصنا نشكر الله عليها. ومن بعد كنديروا الدعاء ديالنا بداك الشيء اللي كنحسوا به. بلاصه ما كنطلبوا الناس كنطلبوا الله سبحانه وتعالى. اي حاجه بغيناها فكنترجاو الله كيعطيها لينا. اللي بغينا في ديك الوقيته ان الله تيكون في سماء الدنيا. يعني الانسان اللي كيفيق الفجر وكيطلب الله يعني كيترجى من الله شي حوايج، فهو مستحيل ربي ما يعطيهمش ليه. وحتى الا ما عطاش دوك الحاجات فراه تيكون مخبي ليه حوايج اللي زوينه وتيكون فيها خير. ايوا هادشي اللي كاين. وصافي هنا من بعد ما كنكملوا هادشي فكيبدا النهار ديالنا عادي.
تقولوا لي عشان الموقف، عشان والله احد عصبه ولا احد قال له كلمه. اسلوب التفكير او طريقه التفكير تغير حقيقه. حتفهم انه عشان توصل الى هذا الشعور، شعور افضل. يعني اعتقد ان اكثر نفور الناس من فكره الشخص الايجابي انه حالم دائما. مين قال لكم انه يضحك؟ ما له دخل. الايجابي ترى يحزن ويعصب وكله يعيش مشاعر. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. دوزتو معايا نهار كامل، شنو درت فيه ما بين الخدمه والدار ولا صال، يعني دوزتو معايا نهار كامل. فنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. خليو لي الكومونتير ديالكم محفزه اللي كتخليني نخدم نعطيكم فيديوهات ان شاء الله اللي يكونوا جداد وزوينين. وخليو لي ارائكم شنو تبغوا تشوفوا في الفيديوهات اللي جايه. وشكرا شكرا شكرا لكم بزاف بزاف، ومرحبا كما قلت لكم بالناس الجداد. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين فما تنساوش تضغطوا على الجرس باش هكا توصلوا باي فيديو جديد. تهلاو فراسكم.